الهاتف الاندرويد، واللعبة تضم الدوري المصري والدوري المغربي. اول حاجة هحمل اللعبة من اللينك اللي اسفل الفيديو. اللعبة هتظهر معانا بالشكل ده. نضغط على البرنامج، على التطبيق، ثم هيفتح معانا كده، ثم نعمل موافق. هيعمل جري المعالجة نستنى شوية 20%. رجعنا تاني كده زي ما انتم شايفين كده، عملنا عملية الاستخراج. بعد كده نضغط على المجلد ده، نروح عليه. اول حاجة هنلاقي هنا الداتا. كل اللي عليك ان انت تاخد كل اللي جوه الداتا ده وتعمله نقل. نروح على وحدة تخزين الجهاز. بعد كده نروح على داتا، نروح على اندرويد وداتا، نعمل نقل هنا، انتقل، وناخد برضو كل اللي جواه ونعمل نقل. وحدة تخزين الجهاز او التخزين الداخلي. بعد كده نروح لاندرويد، بعد كده او بي بي، نقل هنا، تم النقل. بعد كده هنروح نثبت التالي، نثبتها عادي. انا بس عندي مشكلة علشان ما عنديش مساحة. هوقف الفيديو ثانية. رجعنا تاني. بعد كده انا سطبت اللعبة زي ما انتم شايفين. اللعبة موجودة. مساحة اللعبة 250 ميجا، يعني 250 ميجا. هتدخل على اللعبة وبعد كده هتعمل بلاي، تحول اللغة. هي هتكون اللغة فرنسي، تحولها لإنجليزي. وبعد كده هتشوف الدوري المصري والدوري المغربي. كنت معكم من قناة علي سمك. أتمنى أن يكون الشرح استفدتوا منه. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب للقناة وكومنت لطيف.